السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. وسعيد شيبة يخرج على المنتخب الوطني المغربي في النهائي الكأس الإفريقية. شكرنا هذا المدرب كثيرا على أنه قدم أداء جيد، لكن في الشوط الثاني من المباراة النهائية قام بذبح اللاعبين المنتخب الوطني المغربي باللعب بتلك الطريقة الساذجة جدا، وهي أسهل طريقة يلعب بها أي فريق، وهي يمتلك الكرة في الدفاع ثم يقوم بإبعاد الكرة بتلك الكرات الطويلة إلى الخصم. سذاجة في اللعب، لم نقم بإخذ الكرة والبدء باللعب كما تعودنا على المنتخب الوطني المغربي. صحيح لاعبين صغار، ولكن يتعلمون طريقة لعب المنتخب الوطني المغربي، وهو اللعب كرة في الأرض واللعب وتنقل اللاعبين مع الكرة. بذلك كنا بإمكاننا أن نقوم بزيادة عددية في هجمة أو هجمتين، وأن تكون مركزة على المرمى، لكنا سجلنا عليهم الهدف الثاني وأخرجنا المنتخب السنغالي من المباراة. لكن للأسف اللعب بتلك السذاجة والتغييرات الكارثية التي قام بها المدرب أخرجت المنتخب الوطني المغربي من تركيزه. وأظن على أن المنتخب السنغالي كان شاحبا في هذه المباراة، لم يخلق لنا متاعب كبيرة، ولكن تلك الطريقة سهلنا عليهم المأمورية. عندما تصبح ترى حارسك المرة تلو الأخرى يتدخل، الكرة تلو الأخرى يتدخل، دقيقة دقيقتين الكرة تصل إلى المرمى، دقيقة دقيقة تصل إلى الحارس، فاعلم أن سيسجل عليك. أما إذا أخذت الكرة وبدأت بالتمركز في وسط الميدان وسيطرتك على وسط الميدان وامتلاك الكرة ولعبها بطريقة ممتازة وتهديد الخصم، بإمكانك التسجيل. أما بتلك الطريقة التي لعبنا بها ذكرتني بالمباراة الثانية التي أجريناها مع المنتخب النيجيري. للأسف مباراة أضاعت منا لقبا إفريقيا للفئة الصغرى في كأس إفريقيا أقل من 17 سنة، المقامة حاليا بالجزائر. أظن على أن يوسف شيبا يتحمل المسؤولية بتلك الطريقة الكارثية التي أدار بها الشوط الثاني. مدرب خائف. أنت منتصر بهدف للصفر، الهدف للصفر ليس نتيجة جيدة في كرة القدم، بإمكان في أي لحظة أن يسجل عليك هدف تعادل. أما أن تقوم بالسيطرة على المباراة والسيطرة على وسط الميدان، وحينما تمتلك الكرة ألا تضيعها، يجب أن تبقى الكرة بين أقدام لاعبيك لدقيقة دقيقتين، وأن تقوم بالمحاولة على المرمى الخصم، بإمكان أن تسجل الهدف الثاني وتقتل المنتخب السنغالي. أما اللعب بتلك السذاجة، امتلاك الكرة في خط وسط الميدان، ثم تشتيت الكرة إلى التماس، وامتلاك الكرة في خط الدفاع، ثم تشتيت الكرة بتلك الطريقة الساذجة إلى الدفاع المنتخب السنغالي. أظن على أن ارتكب يوسف شيبا أخطاء كارثية في قراءته 45 دقيقة، أضاعت علينا اللقب. هارد لك للمنتخب الوطني المغربي، هنيئا للمنتخب السنغالي الذي لم يستسلم وبقى يحاول ثم يحاول ثم يحاول إلى أن تحصل على ضربة جزاء صحيحة وتنفيذ صحيح. والهدف الثاني كرة ثابتة، خروج خاطئ من الحارس. أظن على أن يتحمل مسؤوليته في الهدف الثاني، ولكن من يتحمل المسؤولية في هذه الهزيمة هو المدرب الذي ربما أضاع علينا لقبا قاريا من عقر دار الجزائر. للأسف حسرة، لأن كانت مباراة سهلة لو عرفنا كيف نجاري 45 دقيقة، لكن للأسف مدرب كان له رأي آخر. والسلام عليكم ورحمة الله.